تحياتي. أنا ريبوار جاف من كركوك. أتكلم معاكم اليوم بخصوص مدينتي كركوك الكردية المعربة. كركوك تعرضت للتعريب تاريخيا، ممكن نقول على منوال حملات للتعريب، أي لم يتم تعريبها مرة واحدة وتوقفت. أنا لست مؤرخ، لكن اللي أعرفه عن كركوك تاريخيا إنها عربت على مدى العقود الماضية ولحد يومنا هذا. فبدأت من أيام تشكيل المملكة العراقية وإلصاق العشائر العربية أو البدو الرحل بالأحرى بكركوك، في داخل كركوك أو ضواحيها بحجة أو أخرى، وفي نفس الوقت تهجير قامت السلطات العراقية، سلطة صدام خاصة، بتهجير العوائل الكردية من كركوك بحجج واهية. فأنا راح أعطيكم نبذة عن ثمانينيات القرن الماضي، من تم تعريب مدينة كركوك من قبل حكومة صدام حسين كشهد عيان، لأنه أنا عشت الحقبة في كركوك. فالحقبة تبدأ من بداية الثمانينيات للتسعينيات. طبعا هذه الحملة لم تتوقف بسقوط نظام صدام، لكن كانت في قمتها في بداية الثمانينيات لمنتصف الثمانينيات بالأحرى. فأنا أتذكر بصورة واضحة، بصورة جيدة، أنه من بين 1981 ل 1985 حجم مدينة كركوك صارت ضعف. فجأة شفنا مناطق كثيرة بنيت من قبل الحكومة العراقية، اللي من ضمنها القادسية، ومنطقة أخرى اسمها حي العسكري وغيرها. فأضيفت لهذه المناطق مناطق أخرى أيضا، ففرضا يعني على سبيل المثال القادسية صارت القادسية الأولى، الثانية، الثالثة، الحي العسكري الأول، الثاني والثالث، وهكذا. فحجم المدينة تضاعف، مما أدى إلى تشكيل ضغط على البنية التحتية في المدينة. فأنا أتذكر بصورة واضحة كان إحنا عندنا مية الحنفية أبسط شيء، ففجأة لقينا أنه مية الحنفية توقف، فاضطرينا أنه أو الحكومة اضطرت أنه تعطينا مياه بتناكر، وإحنا اضطرينا أيضا نشتري ماء الشرب. فقبل كان يعني قبل بال80 كان عندنا مية الحنفية تيجي، لكن بعدها توقفت بسبب التضخم اللي صار في المدينة. فمن نجي نشوف منو هذول اللي جابهم الحكومة، شنو هالتعريب هذا اللي صار. ببساطة الحكومة العراقية أو حكومة صدام حسين جابوا عرب من وسط وجنوب العراق وأسكنوهم في كركوك، أعطوهم فلوس، كنا نسميهم أبو 10,000، كل واحد أعطوا 10,000 دينار، قطعة أرض 200-300 متر، ووظيفة، كل شخص عنده وظيفة. يعني إذا كان مدير يجيبوا الكركوك يصير مدير عام، إذا كان موظف عادي يخلوه مدير، ويعطوه مميزات وامتيازات فوق منه. يعني إذا في مناقصة على شيء، إذا شخص عربي يسوي المناقصة أكيد راح يأخذها. يعطوهم رخص جراج سيارات، رخص محلات. يعني إلى درجة أنه وصلت أنه الناس اللي كانوا عندهم محلاتهم في المناطق القديمة في كركوك، مثل القيصرية القديمة، اللي كانوا ماخذيها خلينا نقول إيجار من الأوقاف، وزارة الأوقاف، بدلوا القانون أنه ما يمكن شخص كردي يكون عنده محل يكري محل هناك. فالكرد اللي كانوا هناك اضطروا أن يجيبون واحد عربي ينطوه فلوس يخلوا المحل باسمه حتى يستمروا بشغلهم.
الأمور الأخرى مثل شيء بسيط مثل أنه تشتري بيت، ككردي ممنوع عليك، ما تقدر تتملك بيت في المدينة. يعني أنا والدي ما قدر يتملك البيت، ف يعني كنا في موقع محرج. يعني احنا في النهاية كنا فقدرنا انه نعمل شيء معين، لكن ما قدرنا، البيت ما صار باسم والدي، فاضطرينا نخليه باسم شخص آخر، وبيتنا هذا بيتك وما تقدر يكون باسمك. فهذه هي من عمليات التعريب اللي صارت بكركوك. فجابوا موجات من العرب سكنوهم، وبالمقابل يجون على الكرد اللي احنا ساكنين هناك يقولوا لنا انت اخوك، ابنك، ابوك، اقاربك عندهم علاقة بالنظام، عندهم علاقة بالمعارضة، فبهاي الحجج يسفروا الشخص او يقولوا له انت جدك او جد جدك مسجل ولادته في قضاء معين اللي يكون فيه في شرق كركوك، لكن الآن هذا القضاء اللي في شرق كركوك إداريا أعطينا إدارته لمدينة هولير أربيل أو سليمانية اللي يكون في شمال أو جنوب كركوك، بعيدين عنه ب60 كيلومتر 70 كيلومتر و100 كيلومتر تقريبا، لكن غيرنا الإدارات. فيشيلوا الشخص الكردي يشيلوه من مدينته ويخلوه في يرحلوه لسليمانية وأربيل، لكن بأي طريقة، مو مثل الطريقة اللي يجيبون بها العرب يعطوهم 10,000 دينار قطعة أرض أو وظيفة. لا، يجيبون قلاب، عندك ساعة أو ساعتين تشيل أشياءك اللي عندك في البيت تخليه في القلاب، وياخذوك لمكان خالي ما في أي مستلزمات الحياة، يعني خلاء خارج مدينة هولير أو أربيل أو خارج مدينة سليمانية، ويتركوك هناك. وكانت حملات للترحيل أيضا. فهذا اللي أنا عندي أقوله بخصوص تعريب مدينتي، مدينة كركوك المؤلم جدا. بس حبيت أضيف أيضا أنه أنا من كنت أمشي للمدرسة، يعني كنت صغير وقتها، فمن أشوف طلاب عرب من يعرف نفسه نتعرف على بعضياتنا، أول شيء يقول لي يقول ترى أني مو من 10,000، مو تقول أنا من هذولا، أني من الحديديين ولا من غيرهم، على أساس هو أصلا من كركوك. بالأحرى هو أيضا جاي تعريب، لكن من حملات تعريبية أخرى، كيف ما تحدثت في بداية كلامي، حملات التعريبية الأخرى اللي صارت على كركوك من بداية الإعلان الملكية، الدولة العراقية من الملكية للجمهورية. بس هو يشوف نفسه كأنه لا، أنا من كركوك، وهذا الآخر اللي جايبينه أنا ما أريد تشوفني مثله. يعني فكان في نظرة دونية لأهل 10,000، هم أيضا يحسون بها. وتغيرت يعني ديموغرافية كركوك، صارت مدينة، يعني مو كانت مدينة هادئة، الناس كان في تعايش، لها طابع كردي على تركماني، لكن أصبحت مدينة فيها ضوضاء، ضجة من جو العرب. الأشياء تغيرت لأنه الناس اللي إجوا مو عارفين جيدا إيش يسووا، عارفين جيدا شنو الهدف، شنو الغرض من الاتيان بهم. يعني على سبيل المثال كان عندنا أستاذ في المدرسة من كنت في المتوسطة من بغداد، عربي، فالوزارة بعثته أنه يدرس بكركوك وهو ما يريد، فيضغطوا عليه دائما المدراء العرب طبعا، الحزب، الفرقة، يضغطوا عليه يقول له تعال انت قدم حتى تصير من المستفيدين، كانوا يسموهم. مستفيدين من ايش؟ يعني انت ايش تسوي؟
فهو كان يقول دائما، يقول يعني والدي أيضا كان مدرس فمعاه في المدرسة، فيقول لأبويا، يقول هذول يضغطون علي لكنه ما يعرفون يعني أنا أعرف جيدا أنه أنت من تريدني أجي وأعيش بكركوك مو لخاطري أنا، لكن أنت جايبني حتى أخذ أرض ناس آخرين، أعرب المدينة، وأني شرفي وكرامتي ما تسمح لي بالأمر، وعمري ما راح أسويها. وفعلا هذا الأستاذ استمر 3-4 سنوات يجي يروح الكركوك، رجع لبغداد ويجي الكركوك، إلى أن في النهاية الحكومة يأست من أنه تخليه جزء من عملية التعريب ورجع لبغداد. فهذا مثال بسيط على أنه في ناس كانوا عندهم شرف وكرامة وما يقبل على أنفسهم أنه يجي المدينة، هو عارف يقينا أنه مجيئة مو الخاطرة بس لتعريب وأخذ أراضي الآخرين، ويجون يشوفون أنه كيف الكرد اللي هناك يعاملون بمعاملة دونية، وأيضا يرحلون. لكن بالأحرى جزء من هذول الناس اللي جابوهم الحكومة أيضا أصبحوا وسيلة وأداة بيد النظام، هم اللي كانوا يطبقوا جزء من هالترحيلات وجزء من التعسف ضدنا إحنا الكرد أهل المدينة. فهذا اللي صار بكركوك في حقبة الثمانينيات اللي أنا شفته بعيني، إنه المدينة صار حجمها ضعفين أو أكثر، وتغيرت طابع المدينة، وجابوا ناس اللي ما ينتمون للأرض، ما ينتمون لنا، ما ينتمون للمدينة، مما أثر على كثير أسس أخلاقية اللي كلنا نلتزم بيها صارت مهمشة جدا، لأنه هذول الناس جايين كأنما واقعين على نهيبة مع الأسف. والآن أولاد هذول ممكن بكركوك فاتحين أسطورهم، يقول لك إحنا من كركوك وكركوك عربية وما نخليها ترجع لكردستان وغيرها. فأنا أحب أذكركم إنه يمكن أنت ولدان بكركوك، لكن كركوك مو إلك ولا أرضك، أنت جاي معرب وظالم، ولكل ظالم يجي يوم، فخلي بالك. تحياتي.